نتحدث عن الخبر إذن الأبرز، العنوان الأبرز، حيث أعلن منذ قليل نادي النصر السعودي ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا إلى صفوفه بعقد يمتد لعامين ونصف العام. الإعلان وتوقيع العقد كان في العاصمة الإسبانية مدريد. وقع رونالدو إذن على عقد يلعب بموجبه في صفوف النصر حتى عام 2025، وسيحمل رونالدو القميص الرقم 7. إذن الصفقة التاريخية تمت. كابتن طارق، يعني كيف يمكن لنا أن نصف ما حدث من صفقة بين النصر السعودي والنجم الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ طفرة حقيقية في الرياضة السعودية، في الكرة السعودية، في الكرة العربية عامة والكرة الآسيوية. الكل يعرف أن رونالدو يبحث دائما عن الأرقام، وخياره للنصر السعودي مش من هباء، لأنه راح يلعب الشامبيونز ليج، لأنه كان شرطه الوحيد لبقائه في أوروبا أنه يلعب الشامبيونز ليج، لكن فيه كثير نوادي ما كانت مستعدة أنه تدفع له الأموال اللي ممكن تبقيه في النادي. ولهذا نظن أنه راح يكون أولا يجري وراء رقم عالمي، لانه عنده 5 تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، واحده مع مانشستر يونايتد. اذا فاز بالتشامبيونز ليج مع النصر راح يكون ممكن اللاعب الوحيد اللي فاز بالتشامبيونز ليج الاوروبيه والاسيوي في نفس الوقت. ممكن راح يكون احسن لاعب اسيوي في السنه هذه والسنه الجايه، وهذا مهم جدا. الارقام هذه مهمه جدا، وراح تكون عنده فرصه انه يسجل اهداف اخرى وكثيره، ممكن يتعدى 1000 هدف، لانه رونالدو مقرون بالارقام القياسيه. لكن من جهه اخرى النصر والكره السعوديه، اصلا الكره السعوديه هي احسن بطوله عربيه والكل متفق عليها. في الحين بمجيئه هو ممكن يتابعوا، نقولوا كانتي اللي مطلوب في نفس النادي، ممكن سيرجيو راموس. هاد اللاعبين هذوما النجوم راح تعمل منافسه حقيقيه. الكل تقريبا الكل يكسب من خلال هذه الصفقه. كابتن طارق، نتفق على ذلك. اللاعب كما ذكرت على الصعيد المادي، وهذا مهم جدا في عالم الاحتراف. على الصعيد التشالنج ربما والتحدي الرياضي كما ذكر، هو أنه في أول تعليق له كريستيانو رونالدو أنه متحمس لهذه التجربة الجديدة، وقال فيما قال أيضا بأنه مشروع النصر أيضا مهم جدا وملهم. النصر السعودي أيضا على مستوى الصورة ترند، يعني الليلة أعتقد الكل حتى خارج عالمنا العربي الكل يذهب إلى المواقع الخاصة بالنصر السعودي، الكل سيتعرف على النصر السعودي، على كرة القدم السعودية، على المنطقة أيضا عموما. يعني على مستوى الصورة مهم جدا ما حدث من صفقة. طبعا صورة النصر السعودي ما دام تكلمت عن الترند راح يصبح مقرون مع رونالدو في الفيسبوك ولا في التويتر ولا في الانستغرام، عنده مئات الملايين من المتابعين. انا اعطيك المعلومه الاكثر متابعه، 400 تقريبا 400 مليون. 400 مليون. تتصور انه هذه الناس كلها محبي رونالدو راح يصبحوا مش محبين، لكن راح يكونوا على الاقل يحبوا يشوفوا النصر، تاريخ النصر، راح يشوفوا انه الكره السعوديه مهمه جدا في اسيا، وراح ممكن يصبحوا من محبين هذا النادي، وهذا مهم جدا.